السلطات الفرنسية تمنع استخدام كلمة حلال في المطاعم. ما صحة هذه الأخبار؟ حسناً، حيث انتشر فيديو على منصة تيك توك منذ يوم الأربعاء الماضي مفاده أن السلطات الفرنسية منعت استخدام كلمة حلال الدالة على الذبح وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. الفيديو الذي حاز على أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة ذكر أن كلمة حلال ستختفي من المطاعم ومتاجر بيع اللحوم، بالإضافة إلى منع وضع هذه الكلمة في مقاصف المدارس، وأنه سيجري استبدالها بكلمتي أباتاج غيتويل والتي تعني ذبحا شرعيا. الفيديو المنشور أثار قلق ومخاوف آلاف المسلمين في فرنسا، لا سيما بعد إعادة نشره ومشاركته من قبل مئات المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة. فوفقا للمحتوى، ستقوم الدولة بشطب كلمة حلال من كل الأماكن التي لها صلة بالذبائح الإسلامية في فرنسا، غير أن وزارة الزراعة الفرنسية تدخلت ووضعت حدا لكل ما نشر، وصرحت لصحيفة 20 دقيقة الفرنسية بأن الأخبار التي يجري تداولها حول منع استخدام كلمة حلال في فرنسا خاطئة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق. لكن المفارقة أنه رغم نفي وزارة الزراعة الفرنسية صحة الأخبار المتداولة حول منع استخدام كلمة حلال، ما زال العديد في فرنسا يصدقونها. ختاما، يمكننا أن نقول إن كلمة حلال لم تشطب من المطاعم والمقاصف ومحلات بيع اللحوم في فرنسا، لأن السلطات الفرنسية لم توجه بحذفها، كما انتشر مؤخرا من أخبار ثبت عدم صحتها. تحياتنا من فرانس بالعربي.